يا بنت بطيخي. انا اول قناتي اللي راحت الاكل مع نشوة كانت داخله على 90,000. هو انت زعلان ليه؟ هو انت ايدك هتبدا تتربط ولا ايه؟ هو انت يعني كنت مفكر انهم هيتكلموا عليك حلو ولا هيدعوا لك مثلا يقولوا يا رب اكرم ونشوفه في احسن حال، ان ربنا يسهل لك حالك مثلا، ولا هيدعوا لك ان ربنا يسعدك ويوفقك في حياتك؟ فايه مالك مدفوق؟ ما انت عارف انهم ليل نهار ما فيش على لسانهم ولا شاغلهم الا النجاح وطاقتك. طب والله يا بني ادم انت دول لو شافوا انك بدات تتاثر بكلامهم اللي زي السم ده، ولو قدروا يكسروا مقاديفك ويقنعوك ان النجاح اللي انت وصلت له ده بعد تعب ده حاجة عادية، يبقى فعلا هم عندهم حق وإنك فعلا إنسان ما تستاهلش تكون كويس أبدا. طب ما تسمع وخليك معايا واحدة واحدة. ليه زمان وإنت ضعيف ومكسور وغلبان ويعني ما باليد حيلة وحالك ما يعلم به إلا ربنا ما كانوش مشغولين بيك وكنت أنت شاغل دماغهم زي الوقت؟ ما ترد عليا. عارف ليه؟ هجاوبك أنا. عشان هم في الوقت ده كانوا أحسن منك وأقوى منك وأغنى منك وأنجح منك، فلما شافوك الوقت بتجتهد والنعمة بدأت تظهر عليك النار قدت في جتتهم حرقتهم حرق. كل ما بيعرفوا انك بخير ومستور بيتنططوا كده زي الشياطين. عارف الشياطين لما بتقعد تتنطط لما بيشوفوا عبد صالح هم بيبقوا عاملين زيه بالظبط، ما بيهدوش ولا بيرتاحوا. اسمع مني والله العظيم، والله ما حد في الدنيا ده هيخاف عليك قد. واعمل اللي انا هقول لك عليه بالحرف الواحد. عايز تكيدهم تخليهم يتنططوا، عايز تخليهم يولعوا بجاز، انجح واكبر وحقق احلام، اتفوق، اعمل كل اللي في وسعك عشان توصل لهدفك. بص لي كده، ارفع دماغك بس كده وانا بكلم. انت اجمل حد في الدنيا، سامعني؟ انت احسن حد عرفته في تاريخ حياتي، انت اقوى منهم بكتير، انت حد جميل، حد نضيف قوي 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 قوي. عارف ليه؟ عشانك بتعامل ضميرك، بتعامل ربنا قبل ما بتعامل البني ادم. اسمعني للمره الاخيره، اليوم اللي هتبدا تسمع لسلبياتهم سواء بقى بكلام او بداوا يعملوا فعل ان يحاولوا يهدوك او يكسروا مقاديفك، تاكد انك بدات تبقى فاشل. والله العظيم تبقى فاشل. لو قدروا ياثروا في شخصيتك وفي نجاحك واجتهادك اعرف ان انت خلاص بدات تحط رجلك على اول طريق الفشل، حطيت رجلك على اول سلمه للفشل، للنزول مش للطلوع. هم ده اللي بيتمنوه يحصل. تقدر تقول لي ليه زمان وانت عارف زمان كان في ايه كويس؟ طب تعرف تقول لي ليه زمان انت ما كنتش بتتمنى لهم زوال النعم؟ عارف ليه؟ عشان انت انسان طيب، وزي ما انا قلت لك انت انسان جميل، انسان قلبك ابيض مش زيهم ولا شبههم. تقول لي ان هم ظلموك؟ والله العظيم انا عارف ان انت مظلوم، وصدقني ربنا بيجيب لك حقك، ربنا بيجيب لك الوقت حقك عشان تبقى انت عارف من اول ما خلاك تحط رجلك على اول طريق النجاح كده ربنا فعلا بيجيب لك حقك ورفع قدرك ومقدارك. وبص لي، اوعاك في يوم من الايام تفكر ولا حتى تقول بينك وبين نفسك ليه ربنا سايب الظالم كده. هقول لك انا الظالم عشان تبقى انت فاهم ربنا حافر ليه حفره، والظالم ده ماشي في طريقه ليه، بس الله اعلم هيوصل امتى، هيوصل النهارده، هيوصل بكره، احنا ملناش فيه. في حاجات كده في حدود ما ينفعش احنا نفكر فيه. ما تشوفش فلان ده وتقول لا يا رب انت سايبه، لا يا رب ده ظالم ووحش وبيتمادى في ظلمه، ملناش فيه. هو ربنا اللي خلقنا وعارف حالنا وعارف اللي يمشي ايه والصح ايه والغلط فيه. كده رجله هتيجي في الحفره، بس احنا ما نعلمش امتى، بس هو ماشي في طريقه لها والله العظيم وصدقني. وبعدين اقسم بالله العلي العظيم انت في نعم، ما تستغربش والله العظيم انت في نعم. انت مظلوم انت في نعم، كفايه عليك بس ان ربنا فتح لك ابواب السماء وخلي دعوتك مستجابه عشان انت مظلوم. وبعدين عشان تبقى انت فاهم مش شرط الظلم ده يبقى الظلم اللي احنا بنشوفه في التلفزيون، ان العمده ظلم الفلاحين وخد الارض بتاعتهم، ولا الانجليز نزلوا كان هيحتلوا مصر، ولا الباشا نزل كان بيعامل الخدامين اللي عنده وحش. مش ده الظلم، الظلم كبير والظلم انواعه كتير. انت ممكن تظلم ما تاخدش بالك. انت عارف انت لو بصيت لحد بصه وحشه وكسرت بخاطره ولا حركته والله العظيم ده ظلم. انت عارف لو انت قعدت مع حد واتكلمت عليا بكلمه مش فيا ده ظلم. لو حد حسدك واتمنى لك زوال النعم، حسد ولادك، بص لولادك، اتمنى لك حاجه وحشه، لو اتمنى لك اي حاجه وحشه ده ظلم. من الاخر كده اي حد بيتمنى لك حاجه ما يرضاهاش على نفسه فده ظلم. يعني انا لما ابص لك اتمنى لك حاجه تحصل لك انا ما ارضاهاش على نفسي فده ظلم. انت صبرت على اذاهم وهم مش عارفين يصبروا على نجاح، فصدقني والله ده ظلم.